اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. وحشتوني من الفيديو اللي فات، وخلوا بالكم من اللايكات يا حبايبي. ويلا بينا نشوف ست الحبايب يا حبايب عاملة ايه النهاردة معاكم كده. انا عاملة بامية باللحمة جميلة ولذيذة وشكلها يتكلم عنها. وادخلي الفيديو كمليه عشان تشوفي ست الحبايب انا طبخة البامية ازاي ومشوحاها ازاي، وعاملة فرحة طبق البرنجان الجميل اللذيذ اللي شكله يتكلم عنه. ويلا بينا يا حبايبي نشوف الطريقة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل لي في القناة جوا مصر وبره مصر. كل سنة وانتم طيبين واولادكم طيبين يا حبايبي يا رب. يلا بينا النهاردة ست الحبايب عاوزة تعمل معاكم البامية. انا جايبة نص كيلو بامية ومجمعاه وغسلاه، شايفه جميل. ومعايا برضو زي لحمة، طبق لحمة اهوت مقطعاها برضو صغيرة برضو كده على قد البامية زي البامية اهي يا حبيبتي. والطماطم اهي. ومعايا حتة دهنة ومعلقة توم. وعاوزة نعمل بقى طبق البرنجان ده مع الفلفل الأخضر الحلو ده اللي شكله يتكلم عنه، شكله جميل ده. يلا بينا. أنا حاطة البصل على الحلة، نشوف هنعمله ايه. حطيت يا حبايبي حتة الدهنة اللي كنت موريها لكم اهو، وبقلب. هشوحها بس 5 دقايق وبعدين اهو يا حبايبي. بصوا البصلة لابد ندبلها حبة بحبة حتة الدهن. خلي بالك انا مش هنقطع الفيديو في الشوية دولت علشان المهم خلي بالك. شوف ست الحباب والتومة هي، خلي بالك مش خلي الفيديو شغال. المهم الشوية دولت. شوف الست الحبايب بتعمل بامية ازاي عشان تعملي زيها. شوحت البصلة وشوحت بحتة الدهن والتومة زي ما انت شايفة كده. هي يا حبيبتي شايفة التومة، وبنحط اللحمة معاكم برضه. شوف انا شوحت البصلة وبعدين التومة وبعدين اللحمة. لابد نشوح اللحمة. بصي يا حبيبتي، خلي بالك خلي بالك من ست الحبايب. شوفها بتعمل ايه في البامية، مش اي طبق بامية. والله ما بضحك عليكم. بصوا كل حاجة قدامكم واحدة واحدة. شوحت البصلة والتومة وبشوح اللحمة. طب هشوح احط ايه تاني؟ هحط البامية اهو. بصي يا حبايبي بشوح اللحمة زي ما وريت. بشوح اللحمة بعد البصلة والتومة ونزلت البامية. لابد نديها 5 دقايق اخرى اشوحها خلاص تشرب من اللحمة ومن من البصل ومن التوم. وحاطة قرن في شطة حامة اهو برضو اهو يا حبيبتي. عشان التليفون كان بيرن بس قطعت، انا قلت مش هقطع معاكم. وبحط الطماطم، عصير الطماطم طبعا انا مخلطاها، بس بنحب نحط حته بنجريه كده اهو. بصي بقى شويه باميه عسل شكلهم يتكلم عنهم صحيح اهو اهو. احط لهم بقى حبه ملح وحبه كمون عشان انا في ايد الكاميرا مش هعرف احط وانا معاكم. بصي يا حبايبي حطيت فلفل وحطيت كمون وحطيت حبه ملح، وزي ما انت شايفاها كده. شفتي انا عملت فيها ايه الباميه عشان تعمليها زيي. شوفي جميله ولذيذه ازاي. نص كيلو باميه على نص كيلو لحمه، وبنحط ان شاء الله تكون حتى حته لحمه قد كده عادي. بصي جميله ازاي. بقفل عليها بقى الغطا واوطينها النار وانا بغرف ارجع لكم. بصي يا حبايبي الباميه جميله ازاي، بوريها لك بعد ما استوت جميله ازاي. بصي باميه باللحمه، شوفي شو بصي. بصي جميله ولذيذه. انا قلت هوريها لكم بعد ما طبختها معاكم واحده واحده. خلي بالك وصلت لغايه هنا. خلي بالك من اللايك، ما تنساهوش بالله عليك. خلي بالكم من مطبخ ست الحبايب يا حبايب.